الجيران كانوا واقفين حواليا وعيونهم كلها كانت متوجهة ليا، وفي اللي نظرت عينه فيها شفقة واللي نظرت عينه احتقار، وفي اللي كان بيدعي في سره ان ربنا يسترها على عياله وما يتحطش في الموقف ده. ما كنتش حاسة باللي بيحصل حواليا، كنت منهارة وبعيط وبقول لهم رجعولي بنتي، أنا عايزة بنتي. الجيران كانوا بيهدوني لحد ما اتصلوا بجوزي وجي بسرعة مخضوض، وأول ما جه وبقينا لوحدنا لقيته قال لي بصوت كله غضب: بنتي راحت فين يا ياسمين؟ قلت له بخوف: مش عارفة يا سمير، أنا دخلت أوضتها عشان أطمن عليها ما لقيتهاش، ولقيتها سايبة ورقة على السرير مكتوب عليها: سامحيني يا ماما انت وبابا، أنا غلطت ولازم أتحمل غلطتي لوحدي. بصلي وهو متعصب وقال لي: انت السبب، انت اللي ضيعتي بنتي، ياما حذرتك، كنت معترض على أسلوب تربيتك، ولما كنت بكلمك وبنصحك كنت بتقولي لي سيب بنتك على راحتها، بنتك لسه صغيرة، ادي بنتك مساحتها الشخصية. والنتيجة ايه يا هانم؟ بنتي سابت البيت، ده غير الفضيحة، احنا اتفضحنا قدام الناس كلها وسيرتنا هتبقى على كل لسان، الله يسامحك. وخرج من الشقة يدور عليها، وانا قعدت على اقرب كرسي وانا هموت من العياط والوجع، قلبي وجعني على بنتي، انا حاسة ان حصل لها حاجة. حطيت ايدي على دماغي وبدأت افتكر اللي حصل. انا ياسمين اتجوزت جوزي سمير جواز صالونات، ما كنتش اعرفه، ولكن القدر جمعنا ببعض مع الوقت والعشرة وحبينا بعض جدا. حياتنا كانت هادية ومستقرة، ولكن الحياة مش دايما بتديك كل اللي بتتمناه. وده لما اتأخرت جدا في حملي كنت بتعرض كتير لكلام سلبي من أصحابي ومن أهله، والسؤال دايما المستفز والمتكرر: انتوا لسه ما خلفتوش ليه لحد دلوقتي؟ كان يرد عليهم ويقول لهم: لسه ربنا ما أذنش، دي حاجة مش بإيدينا. وعشان فعلا ما فيش حاجة بإيدينا، أنا وجوزي ما كانش عندنا أي مشكلة، ويشاء القدر إن ربنا يرزقنا وأحمل بعد جوازي ب10 سنين. كنا مبسوطين قوي والحمد لله. ولدت بنتي تالية، كانت قمر جدا وملامحها تخطف قلب أي حد يشوفها. كنت بخاف عليها، ومن كتر فرحتي وحب ليها من صغرها كنت بجيب لها كل حاجة، من لبس ولعب، أي حاجة كانت بتعوزها كنت بجيب أي حاجة ممكن أي طفل يتمناها، لحد لما بدأت تكبر وطلباتها كلها كانت مجابة. جوزي كان بيعترض وبيقول لي: ما ينفعش كده، مش كل لما البنت تطلب حاجة توافق عليها، علميها تبقى قنوعة شوية وتحس باللي أقل منها عشان تقدر قيمة النعمة اللي فيها. كنت برفض وبقول له: خلي بنتي تتدلع، لو ما كنتش أنا اللي أجيب لها الدنيا كلها مين هيجيبها لها؟ كان بيسكت ودايما مش مقتنع باللي بعمله، لكن غصب عني، دي جاتلي بعد شوقة، عمري ما كنت أقدر أقول لها لأ أبدا. وتمر السنين وأنا شايفة بنتي بتكبر قدام عيني لحد ما وصلت لمرحلة الثانوي وبدأت تهتم بنفسها أكتر، وأصلا كان جمالها كفيل يلفت الانتباه. وجوزي كان دايما بينصحها تتحجب، خصوصا إنها كبرت والحجاب بقى فرض عليها، لكن هي ما كانتش بتوافق، وكل مرة يفتح معاها موضوع الحجاب كانت تقول له: حاضر يا بابا، هبقى أفكر وسيبني أخد الخطوة دي لوحدي. جالي وهو متضايق جدا وقال لي: لازم تقنعها بالحجاب يا ياسمين، بنتنا ما بقتش صغيرة والعيون بقت كلها عليها، انت أكيد فاهمة أنا أقصد ايه. رديت عليه وأنا بعمل شغل البيت ومش مديه لكلامه أي اهتمام. قلت له: بس البنت لسه صغيرة يا سمير، حجاب ايه اللي عايزها تلبسه من صغرها كده؟ سيبها تعيش سنها وفترة شبابها، وكده كده هيجي عليها يوم وهتتحجب. اتعصب من ردي وقال لي: انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انت فاهمة كلامك كويس، بنتك ما بقتش صغيرة، بنتك كبيرة والدين بيقول انها لازم تتحجب. انا مش عارف بجد انت هتربيها ازاي باسلوبك وتفكيرك الغلط ده، محدش هيضيع البنت دي غيرك والله. ما كنتش بدي الكلام اهتمام، لاني ساعتها كنت مغيبة، ما كنتش فاهمة ان بدلع الزايد وتربيتي الغلط اللي بيقولوا عليها تربية ايجابية هضيع بنتي من ايدي. وفي يوم نمت بدري من تعب شغل البيت، وصحي جوزي على أذان الفجر عشان يصلي، وسمع صوت تالية بتتكلم مع حد وبتضحك. ساعتها استغرب لأنها لسه صاحية لحد دلوقتي،
وفتح الباب لقاها مثبتة التليفون على الاستند وماسكة قلم روج وبتشخبط بيه على وشها وبتقول بدلع: اهو نفذت الحكم يا بيبو، ملكش حجة بقى، لكن الجولة التانية صدقني انا اللي هكسب. جوزي اتصدم وما كانش مصدق اللي بيشوفه. بنتي طالعة لايف مع شباب بالليل وبينفذوا احكام، لا وطالعة بلبس البيت اللي مبين تفاصيل جسمها. الدم غلي في عروقه ودخل عليها الأوضة، وأول لما بنتي شافته اتخضت وفضلت واقفة في مكانها. جري عليها ومسك التليفون وكسره 100 حتة ومد ايده عليها وهو بيقول لها بحزن: ازاي تعملي كده؟ انتي ما بقاش حد قادر يلمك خلاص، حصلت تفتحي لايفات وتكلمي شباب وطالعة بلبس البيت. ليه يا بنتي تعملي كده؟ احنا مش شبه الناس دول ولا تربيتنا واخلاقنا شبههم، ومش معنى ان كتير بيعملوا كده نقلدهم في الغلط. فين اخلاقنا؟ انا ابوكي وبخاف عليكي يا بنتي. وفي اللحظة دي سمعت صوت وهو عالي، جريت على اوضتها ولقيتها غرقانة في دموعها. سألته بخضة وقلت له: في ايه يا سمير؟ في ايه؟ هو بنتي بتعيط كده ليه؟ بصلي بصة طويلة وقال لي بزعيق: انا مش عايز اسمع صوتك خالص، وخرج من الأوضة. خدت بنتي في حضني وطبطبت عليها وقلت لها: معلش يا حبيبتي، فداكي اي حاجة، المهم انك بخير. بكرة ان شاء الله هنزل واجيب لك احلى تليفون، بس ده يفضل سر ما بينا. وفي اليوم ده نمت معاها عشان اطمنها، وفضلنا فترة انا وجوزي مش بنكلم بعض، وفي كل مرة كنت بحاول افهم منه سبب زعله مني، كان بيسكت ويمشي لحد ما فات شهر وبدأ يهدى ويرجع يتكلم معايا. وفي الفترة دي لاحظت انه بيحاول يقرب من تاليا، خاصة بعد شغله. بقى يدخل أوضتها ويجيب لها حاجات حلوة وياخدها بعد الدرس ويخرجها. كان بيحاول يقرب منها عشان تحكي له دايما وما تخافش منه. وفي تالتة ثانوي كانت تاليا دايما بتخرج للدروس وبترجع بالليل. في أيام كان جوزي بيوصلها وأيام أنا، بس في الفترة الأخيرة كانت بتروح هي لوحدها، وده بسبب إن والدتي تعبت تعب مفاجئ، فكنت دايما عندها، وده اللي خلاني أكون بعيدة عن بنتي. وعدت الأيام لحد ما أمي اتحسنت ورجعت تاني بيتي، وبدأت ألاحظ إن بنتي مش طبيعية، على طول قاعدة في أوضتها وعلى طول سرحانة ووشها دايما شاحب. قلت ممكن من أكل بره، لأن طول غيابي ما كنتش بعمل لهم أكل. وفي كل مرة كنت بسألها كانت ترد وتقولي: مفيش يا ماما، ده من الدروس، وانت عارفة الثانوية العامة ضغط قد إيه. حاولت أهتم بصحتها لكن كانت بتزيد سوء، ما كانتش بتتحسن. قلقت وخفت عليها وقلت لها: يا حبيبتي انت شكلك تعبان قوي، ان شاء الله بكرة هاخدك من الصبح ونروح نكشف. اول لما سمعت كلمة دكتور اتفزعت، ولقيتها بتقولي بتوتر: دكتور؟ دكتور ايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي انا كويسة. قلت لها: يا حبيبتي عشان اطمن عليكي. بصيت لي بخوف وسكتت. وتاني يوم صحيت فتحت اوضتها ما لقيتهاش، دورت في البيت كله ملهاش اي اثر، ولقيت الورقة اللي كانت سايباها على السرير. فقت من توهاني على رن تليفوني، كان جوزي. رديت بخوف وهو قال لي بعصبية: أنا ما لقيتش تاليا، دورت عليها في كل حتة ملهاش أي أثر، أنا مش عارف حصل لها إيه، كله منك انتي اللي وصلتينا لكده، لو عارفة حد من أصحابها انزلي واسألي. قفلت معاه وأنا منهارة من العياط ونزلت أدور عليها زي المجنونة في الشارع. سألت أصحابها اللي أعرفهم وكلهم ما يعرفوش عنها أي حاجة، والمصيبة إنهم قالوا ما شافوهاش من شهر ولا كانت بتيجي الدروس. أمال بس كانت بتروح فين؟ أنا هتجنن. روحت البيت أنا وجوزي وإحنا مش عارفين نعمل إيه، وفجأة تليفوني رن. قمت بسرعة وأنا برد يمكن تكون هي، بس لقيت راجل بيقول إيه: أنتي مامة تاليا؟ قلت له بخوف: أيوة أنا مامتها، هي عندك، بالله عليك قولي هي فين، بالله عليك رد عليا. قال لي بهدوء وشفقة واضحة في صوته: اطمني، بنتك عندي، ما تخافيش، أنا أستاذ مصطفى، والد ندى زميلة بنتك في المدرسة، هبعتلك العنوان ويا ريت تيجي انتي وباباها في أسرع وقت. صحيت جوزي ورحنا على العنوان، وأول لما دخلت وشفت بنتي خدتها في حضني وأنا بعيط. قلت لها: ليه يا تاليا؟ ليه تعملي كده فيا وفي أبوكي؟ احنا نستاهل منك كده يا بنتي؟ قوليلي طيب ليه سبتي البيت وحرقتي قلب عليكي؟ أستاذ مصطفى قال لي:
اتفضلي ارتاحي وسيبيها مع صاحبتها جوه، أنا عايزة أتكلم معاكم شوية. أبوها كان بيبص لها وعيونه مليانة دموع، ما قدرش يكلمها، كان نفسه يمسكها يضربها. قعدنا واحنا مش قادرين نتمالك أعصابنا، لقينا الراجل بيقول: بص يا أستاذ سمير، أنا عايزك أنت والمدام تمسكوا أعصابكم، أنا والله محرج ومش عارف أقول الكلام ده إزاي، بس يا ريت تهدوا. تاليا غلطت مع زميلها في الدرس، وللأسف الولد ضحك عليها وفهمها إنه هيتجوزها، ولما خد غرضه بدأ يتهرب منها. وفي كل مرة كانت بتسأله هتيجي الأهلي إمتى أنت وعدتني، كان طبعا بيزعق لها ويقول لها أجل مين يا بت، أنا معرفكيش أصلا ولا وعدتك بحاجة. هو في يوم تاليا تعبت في الدرس جدا وأغمى عليها، وبنتي وقفت معاها مع إنهم مش أصحاب. وبعد كام يوم تاليا اعترفت لندى بموضوع حملها، لأنها حست إنها الوحيدة اللي ممكن تساعدها، وده لأن ندى كانت دايما بتنصح البنات في الدرس عشان يقربوا من ربنا ويغيروا لبسهم وطريقتهم. واتفاجئت من شوية إن تاليا جت عندنا وهي هربانة من بيتها، واتأخرت عليكم في الاتصال لأني ما كنتش في البيت ولا أنا ولا أم ندى، ولسه راجعين من شوية. ودلوقتي احنا لازم نتصرف بحكمة. أنا عارف إن الموقف صعب جدا، بس أنا شايف إن احنا لازم نواجه ونتصرف بحكمة عشان البنت ما تتفضحش. دلوقتي أنا هجيب عنوان الولد، ولازم ناخد تاليا ونروح لهم البيت ونتكلم مع أهله، وإن شاء الله نحل الموضوع ودي. كنا قاعدين مصدومين، جوزي أول مرة أشوفه بيعيط في حياته، كان مقهور ومكسور ومش عارف يصدق اللي سمعه. أما أنا فكنت منهارة وحاسة بالذنب، أنا السبب في اللي حصل لها، أنا اللي مربيتهاش كويس. لو كنت سمعت كلام جوزي ما كانش حصل لنا كل ده. يا رب صبرني. رحنا على العنوان بتاع الولد وقابلنا أهله، وبنتي حكت لهم كل حاجة، وعلى عكس المتوقع أهله كانوا ناس محترمين ومتدينين، واتصدموا من اللي عملوا ابنهم. ولما واجهوه اعترف طبعا، وقرروا كلهم إن احنا نكتب كتابهم وبعضها يتطلقوا. تخيلوا 2 مراهقين 18 سنة يتجوزوا يتطلقوا في لمح البصر. محدش فينا كان قادر يبص في وش تاليا، وهي من كتر حزنها وتعبها النفسي والجسدي حملها مكملش. كنت برعيها في فترة تعبها وأنا مش قادرة أبص في وشها، وبعيط بكل حرقة لحد ما بدأت تستعيد صحتها. في يوم لقيت جوزي داخل عليا وبيقول لي: انت طالق يا ياسمين، أنا مش عايزة أكمل حياتي معاكي، انت ما تصلحيش تكوني أم أبدا. كفاية إن اللي حصل لبنتي كان بسببك انت، وما بقتش قادر أبصلك، ودلوقتي اتفضلي روحي على بيت أهلك، أنا مش عايزة أشوف وشك تاني. وطلقني ومشيت على بيت أهلي وأنا لا حول ليا ولا قوة، ما بقاش عندي أي حاجة أعيش عشانها. جوزي وحبيب عمري طلقني، وضيعت بنتي بإيدي وسيرتها بقت على كل لسان. حياتي اتدمرت قدام عيني، وفي كل مرة كنت بحاول أخلي جوزي يرجعني كان بيطردني، وكان مانع أن أشوف بنتي. أنا عارفة أني غلطت وأني والله ندمانة، بس للأسف الندم مش هيفيد. ودلوقتي أنا جاية أحذر كل أم وأب: حافظوا على عيالكم وقربوا منهم جدا، وبالذات في سن المراهقة. السن ده أخطر سن عيالكم هيمروا بيه، والغلطة بيدفع تمنها العمر كله. ما تفتكرش إنك لما تدلع ابنك إنك كده بتحبه. الحب الحقيقي هو إنك تحميه وتحافظ عليه من شر الدنيا. حافظوا على عيالكم وربوهم كويس قبل فوات الأوان.